السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يلقاكم الصحه جيده وبخير وعلى خير. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم طلبيه، غادي نحضر معكم 3 البلاطوات ديال الصابلي بطريقه جد سهله ومبسطه، وغادي نشارك معكم ايضا التعليقات اللي حضرت في هاد الطلبيه هذه اللي استعملت بطريقه سهله وماهله واقتصاديين في نفس الوقت. تنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش الى عجبكم هذا الفيديو الضغط على الاعجاب وتبارطاجيوه مع الاحباب ديالكم والاصدقاء، واللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. قبل ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله. هنا غادي نحضر معكم العجين الصابلي. غادي نحضر معكم يعني 2 عجينات في عجنه. كيف ما غتشاهدوا معايا غادي نضيف نصف كيلو ديال الزبده تكون من نوع حيواني، وغادي نضيف عليه معشره ملح. بالنسبه للمقادير الا بغيتو ديروا غير عجنه وحده تقدروا تقسموا هذه الكميه اللي شاركت معكم اليوم. غادي نضيف 2 كؤوس من سكر سنيده و2 كؤوس من سكر البودره. غادي نكههم بالنكهه ديال الكراميل، وغادي نحاول نمعك هاد المكونات جيدا مع بعضهم، نخلطوهم مزيان حتى تنحصلوا على شكل كريمه. ندخل السكر مع الزبده مزيان، وبالنسبه للزبده تكون بحراره المطبخ. هنا نزدت كميه من نكهه الكراميل باش تعطيني اللون، يعني ما شديتهاش لكم في الفيديو. صافي غادي نبدا نضيف في الزيت تدريجيا حتى الزيت حتى هو غادي نضيف 2 كؤوس. بالنسبه للمقادير ديال العجين وحده يعني تضيفوا غير كاس واحد و2 كيسان ما بين سكر سنيده وسكر ناعم او سكر كلاصي. صافي غادي نبقى نخلط هاد المكونات جيدا كيف ما تشاهدوا، ونبدا نضيف الزيت غير بشويه بشويه حتى تنحصلوا على العجين على هذا الشكل هكا كيف ما تشاهدوا. عاد باش غادي نضيفوا البيض، وحتى البيض حتى هو خاصو يكون بحراره المطبخ، والكميه ديال البيض على حسب شحال عندك، واش البيض يعني كبير ولا صغير. هنا ضفت 5 الحبات، تقدروا تضيفوا غير 4 الا كان عندكم البيض كبير. وبالنسبه يعني عجينه وحده معنا هنا دايره 2، ضيفوا غير 2 بيضات. صافي غادي نخلط هاد المكونات جيدا مع بعضهم كيف ما تشاهدوا، وعاد باش غادي نضيف الدقيق يكون مغربل، وما تنضيفوش الخميره. بالنسبه لهاد العجين هذا غير تنجمعوه بالاصابع ديالنا ما تندلكوش. الا دلكنا هاد العجين غتطلق لكم الزيت وما تيجيكمش صابلي ناجح. انا تنحاول نشارك معكم جميع الاسرار باش ينجح معكم الوصفه. بالنسبه المقادير ديال عجنه وحده نقدر نخليهم لكم في صندوق الوصف باش يجيكم بطريقه سهله. كيف ما تشاهدوا انا غير تنجمعها، صافي تنبقى نجمعوا فيها هكا حتى يتلم لينا العجين وتنحصلوا عليه على هذا الشكل هذا، ما يكونش يتلصق لينا في يدينا وما تيجيناش عاوتاني قاصح. هانتوما هذا هو القوام ديالو. غادي ندوز باش غادي نديرو في البلاستيك الغذائي، غادي نقسمو وغادي نديرو في الثلاجه. تقدروا تضيفوه هكا تعجنوا العجين في الليل وتبيتوه حتى الغد في الثلاجه لتحت وتخدموا به، او تضيفوه غير 3 ساعات ولا 2 سوايع على حسب الرغبه ديالكم الا كنتم مزروبين، وتبداو تحضروا فيه. انا هنا راني صيبته في الليل، عجنت الصراحه العجين في الليل غادي نخليه في الثلاجه حتى الصباح عاد باش غادي نطيبو. وتقدروا ايضا اللي عندها هكا لي كوموند بزاف وما عندهاش الوقت تقدر تحضر العجين على تيساع وديروه حتى في الفريغو، غير تجبدو تخليه غير شويه يطلق وتبدا تحضر فيه تبدا تطيب فيه، ما غادي يوقع عليه حتى شي حاجه. صافي غادي تنسرحهم بهذه الطريقه هذه باش تيجوني ساهلين حتى في الخدمه وما تياخذوش ليا الاسباس في الثلاجه.
هنا غادي ندوز باش غادي نسرح العجين هنا الغد ديال داك النهار. كيف ما تشاهدوا درت ورق الزبده ودرت وسط العجين. صافي تنسرحو على هذا الشكل هذا. هنا هادو هما الشكيلات اللي غادي نستعمل او نطابع. تنحسب شحال من حبه خاصني ندير باش يجوني قد وما تجينيش يعني واحد الشكل كبر من شكل اخر، اكثر من شكل الاشكال الاخرى. يعني مثلا عندي بلاطوات، كل شكل غادي ناخذ منه 3 بلاطوات، يعني كل شكل تندير منه 30 حبه باش هكا يجوني قد وما يجينيش شي شكل ناقص. صافي وهداك العجين اللي شاطلينه غير تنجمعوه ما تندلكوه ما والو وتنعقبو نسرحوه. انا درت هاد الشكل الاول على شكل دائري وغادا نحضر بنفس الطريقه تنسرحوا العجين وسط الورق الزبده. راه تيساعدكم تقدروا تسرحوا حتى وسط البلاستيك الغذائي، تيبقى اختياري. صافي تنسرحوه هكا مزيان، ما ترقوش وما تنخليوش غليظ. هذا هو الشكل الثاني، حتى هو غادي نقطعو نديرو يطيب. بالنسبه لهاد الكميه ديال العجين اللي شاركت معكم راه لاح ليا اكثر من 3 البلاطوات. يعني انا ديما الصراحه ندير بالزيت باش هكا يبقى ليا شويه وباش باش ما تخصنيش الحلوى، حيت مطيبه ما غاديش نطيب ونعقب تاني نزيد من بعد. هنايا الشكل الثالث حتى هو بنفس الطريقه. وتنبقى مستمرة بنفس الطريقة حتى تنسالي الكمية كاملة اللي عندي. وهذا الشكل الرابع وحتى الشكل المربع حتى هو يعني درتو غير ما لقيتوش مع نسيت ما صورتوش. وغادي ندوزو باش غادي نحضروا التعليكه. هنا عندي المربى ديال المشماش او الخوخ، وغادي نحتاج الكليكوز وكاس ديال السكر سنيده والنكهه ديال المشماش او ديال الخوخ والملون. هنا ضفت كاس ديال السكر مع كاس ديال المربى. هنايا المربى ديال الخوخ اللي استعملت، وتقريبا معلقه كبيره ديال الكليكوز ومعلقه صغيره ديال النكهه ديال الخوخ وواحد شويه ديال الملون. تقدروا تستعملوا تقدروا تستغناو عليه، راه حتى ديك النكهه تعطي اللون ديالها. غادي نحطها على البوطه وغادي نشعل عليها على نار تكون مهيله. صافي وغادي نبقى نحرك فيها حتى تبدا تغلى. غير نقصو ليه وغادي نخليوها تقريبا شي 10 دقائق تتبدا تغلى لينا في الاول غير من الجناب حتى تتغلى كامله، على باش نعرفوها راها وجدات. هانتوما كيف ما تتشاهدوا تتبدا تغلى كامله وتجينا على شكل سائل. تقدروا تستعملوا حتى المربى السائل، انا ما كانش متوفر عندي درت غير المربى العادي. هذه هي التعليكه الاولى. غادي ندوز باش نحضر معكم التعليكه الثانيه. هنا عندي كاس ديال العسل و100 غرام ديال الشوكولاط الابيض. تقدروا ايضا تعوضوا الشوكولاط الابيض بالشوكولاط الاسود الا بغيتوا التعليكه تجيكم باللون اسود. هنا درت العسل حتى غلى مزيان وغادا نزولو من فوق العافيه، وغادا نضيف عليه 100 غرام ديال الشوكولاط او 10 الحبات من شوكولاط كالا اللي تستعمل شوكولاط كالا. صافي وغادا نبقى نحرك فيه على هذا الشكل هذا حتى تنحصلوا على هذا الكراميل. تقدروا تخليوه كيف ما هو تيجي المذاق ديال الكراميل. تقدروا تنكهوه بالنكهات اللي بغيتو، بالبيستاج بالفريز باش ما بغيتو.
هادو هما جوج تعليقات اللي حطيت معكم اليوم. والثالثه راها نفس الطريقه، غير استعملت المربى ديال المشماش ديال الفريز عفوا. صافي هنا الشوكولاط راني وجدته الصابلي من بعد ما طاب تنحصلوا عليه على هذا الشكل هذا، تياخذ هذا اللون ذهبي صراحه تيجي زوين. غادي ندوز باش غادي نبدا نلصق فيهم. هنا تنحط واحد الكميه ديال الصابلي باش تجيني سهله في الخدمه، يعني ما تبقاش نهز وحده بوحده. هنا التعليقه الاولى ديال الكراميل كيف ما تتشاهدوا غادي ندير بهذا الشكل هذا. الصراحه تجي رائعه هاد التعليقه هذه، وضغط تتجمد، يعني الا جمدات لكم ضيفوها غير في حمام مائي وغادي يذوب معاكم. صافي غادي نديرهم هكا بهذه الطريقه ونلصق عليهم الشوكولاط من الفوق. وكيف ما سبق لي وذكرت معكم تقدروا هاد التعليقه هذه تنكهوها باش ما بغيتو. غادا بقى مستمره بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي. كيف ما تشاهدوا انا تندير كميه وعاد باش نلصق، يعني ما تبقاش هزه وحده بوحده. هنا الشكل الثاني خديت هذا الصابون المربع وضفت ليه هذا المنتف هذا ديال الشوكولاط. ضفت هكا شويه ديال التعليقه ديال الكراميل باش غادي نلصقهم. راهم ضغطي يلصقوا، راهم ما تيطيحوا ما والو. بالنسبه لهذا اللون هذا راني ضفت ليه الشوكولاط الابيض وضفت له واحد شويه ديال الشوكولاط الاسود باش عطاني هذا اللون قري. هاد التعليقه هذه كيف ما تشاهدوا من بعد ما بردات التعليقه اللي حطيت معكم ديال الخوخ و تجي على هذا الشكل. تندير واحد الكميه هكا في الوسط وتلصق عليها هكا الشوكولاط من الفوق، وهم ضغطي ينشفوا. هنا من عقب سخنتها شويه راها ضغطي تينشفوا، وتقدروا تسخنوهم غير في حمام مائي او ديروهم في الميكرووند على حسب المتوفر. بالنسبه لهذا اللون ديال الشوكولاط خديت شوكولاط ابيض وضفت ليه خديت شوكولاط ابيض عفوا وضفت ليه الملون البرتقالي وعطاني هذا اللون هذا. هذا الشكل هذا ضفت ليه التعليقه ديال الفريز بنفس الطريقه اللي حضرت معكم. التعليقه ديال الخوخ هي هذه، وهي ديال الكوفيتير ديال الفريز مع النكهه ديال الفريز تعطينا على هذا الشكل هذا. غنلصق به هذا المنتف هذا ديال الشوكولاط اللي تيجي على شكل سبوله. هذه صراحه كانت موجداها داكشي علاش ما شاركتهاش معكم، ولكن راها نفس الطريقه. نتوما تقدروا ديروا يعني ديروا اما الكوفيتي ديال المشماش ولا ديال الخوخ ولا ديال على حسب المتوفر عندكم. صافي تلصقهم بهذه الطريقه هذه تيجي اللون ديالهم زوين وحتى المنظر. وهاد الشكل تا هو بنفس الطريقه غادي نلصقوا بهاد التعليقه هذه ديال الفريز، يعني تقريبا جوج شكيلات بنفس التعليقه. بالنسبه لهاد الشكيلات هادو اختارتهم الكليانه، يعني انا غير درت داكشي اللي بغات هي. وكاينين شكليانات يقولك اختاري لينا داكشي اللي بغيتي وتستعمل يعني تديري داكشي اللي بغيتي. هادو تما غنلصقهم بنفس الطريقه وغادا نضعهم جانبا. بالنسبه انا هاد الشوكولاط هذا اللي استعملت الكحل راه ديال الكالا ديال المغرب. بالنسبه للشوكولاط الابيض راني استعملت غير ديال ليدل، ما كانش متوفر عندي ديال الكالا، كانت تقادا ليا. داكشي علاش يعني شوكولاط كالا تيصبر، اما ديال ليدل الصراحه ضغط يذوب، يعني كي تنساليه تندخلهم للثلاجه باش ما يذوبوش مع هاد الصهد هذا اللي ولا. هنا هاد الشكل الاخير كيف ما تتشاهدوا حضرت هاد المنتف هذا ديال الارابيكس. غادي ندهن الصابلي بالتعليقه ديال الخوخ وغادي نحط عليها الشوكولاط وغادي ندوزها في اللوز كونكاسي او كاوكاو على حسب المتوفر. صافي غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كامله.
اما هذا الشكل الاخير عفوا كيف ما تتشاهدوا حتى هو غادي نلصقو بنفس التعليكه. هنا خديت الشوكولات، درت لي هذا المونتيف هذا على شكل مربع وغادي نلصقو. وهنا خديت عجينه السكر او عجينه الشوكولاته على حسب المتوفر. هنا كانت متوفره عندي غير عجينه السكر. غادي نشكلتهم على هذا الشكل الوردات كيف ما تتشاهدوا، ودرتهم هكا في الوسط يجي المنظر ديالهم زوين. وتتقدروا ايضا تعمروهم باش ما بغيتو من الوسط. هنا غادي هداك ما لصقتش ليا عجينه السكر مع مداخله تتنشف، غادي نضيف لها واحد شويه ديال التعليكه من التحت صافي وتتلصق صافي. غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي. هذا هو الشكيلات اللي حضرت معاكم، وتيبقى كل واحد وكيفاش يزين الصابلي ديالو. تقريبا نفس المونتيف او سميتو نفس الرشمه ونفس الشكل. وانتي تتبدعي بالرغبه ديالك. هنا غادي ندوز باش غادي نحط الحلوى من بعد ما لصقات ليا مزيان. غادي نحطهم في البلاطو او نقادهم. هنا اول حاجه تندير تناخذ الشكيلات اللي عندي وتنديرهم حدا بعضياتهم بهذا الشكل هذا عاد باش نستفهم كاملين. تنستف بلاطو ببلاطو وتنستفوهم بهذه الطريقه هذه. تنحاولوا الشكل مثلا يعني الشكل اللي فيه الشوكولاط الاسود نحطوا واحد الشوكولاط الابيض باش يعطينا واحد تشكيله رائعه. ما نديروش لوينات حدا بعضياتهم، تنحاولوا نخالفوهم وحتى يعني الشكل ديال الصابلي يعني الا كان دائري او مربع ما تنحطوش واحد حدا واحد، تنحاولوا نخالفوهم باش يعطينا واحد الشكل زوين في البلاطو. العين تتاكل قبل العين تتاكل قبل الفم، داكشي علاش واحد ديما يحاول يقاد الحاجه زوينه. وتنستفهم على هذا الشكل هذا كيف ما تتشاهدوا معايا. تنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم ويكون خفيف ظريف على قلوبكم وتكونوا استفدتوا معايا بشي حاجه. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم الفيديو ضغط على الاعجاب وتبارطاجيوه مع الاحباب ديالكم والاصدقاء، واللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك والضغط على زر الجرس. ونخليكم في رعايه الله وحفظه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.